آه، الأستاذ أحمد السنوسي الخبير الأثري، أهلا بيك. اهلا بيك. اسكندرية واسكندر أكبر ورحلته. ممكن تكلمني عنها وتوضح لي المعلومة أكتر؟ انا لو اتكلمنا عن الاسكندريه طبعا كان في رحله شهيره جدا عملها الاسكندر الاكبر، ونتكلم عن رحلاته في داخل مصر، وهي رحله الاسكندر الاكبر الى واحد سيوه، الذي تم تتويجه هناك كابن لامون وملك لمصر العليا والسفلى. هذه الرحله بداها من منطقه اللي احنا بنقول عليها النهارده الاسكندريه. آه، أكيد المنطقة دي عندما نظر إليها بحنكته وبخبرته في الحياة طبعا كملك من ملوك مصر من ملوك العالم في التاريخ القديم، والذي يحوز على أكثر شهرة عامة في التاريخ. والحقيقة أنا بالنسبة للشخصيات التاريخية أنا عايز أقول معلومة بسيطة جدا قبل الرحلة دي، إن هناك ثلاثة شخصيات كتب عنها العالم منذ حدوثها حتى يومنا هذا. يعتبر الإسكندر أكبر رقم اتنين. الشخصية الأولى التي ما زال العالم يكتب عنها قديما وحديثا، فشخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، واخد رقم قياسي من ضمن عظماء البشر. والشخصية الثانية كانت الإسكندر الأكبر، أكتر واحد اتكتب عليه كتب وأقاويل كان الإسكندر الأكبر. الشخصية الثالثة طبعا كانت ميكافيلي للأسف الشديد، يعني بفلسفته التاريخية. اسكندر أكبر دخل مدينة داخل مدينة تسمى قرية نقراطيس، تطل على البحر الأبيض المتوسط، ومنها اتجه إلى رحلته الشهيرة إلى مدينة سيوة. نيكروتيس دي في بحيرة. يقال إنها كانت في البحيرة، لأن ما فيش إثباتات تاريخية حتى العصر المتأخر المصري القديم إنه كان ليه علاقة قوية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. هو ظهر بعض العلاقات في الأسرة 18 مع جزر كريت أو قبرص أو هلم جرة، ثم الهجرة اليونانية أو شعوب البحر اللي ابتدوا يجوا في العصر المتأخر إلى مصر، اللي احنا بنقول عليهم النهارده اليونانيين أو المقدونيين او الاغريقيين تحت اي مسمى من المسميات. فهذه القريه هل كانت موجوده في البحيره فعلا ام المكان اللي هي فيها الاسكندريه النهارده؟ فده فيه علامه استفهام كبيره. لكن اللي ما فيهاش علامه استفهام ان من هذه المدينه او المنطقه اتجه الاسكندر الاكبر لرحله شهيره جدا الى واحد سيوه، وتم تتويجه هناك في معبد امون. وما زالت اثار او حجره التتويج للاسكندر الاكبر موجوده في معبد امون بواحد سيوه. ثم رجع منها إلى هذه المنطقة مرة أخرى وشرع في بناء مدينة تخلد اسمه، وهي مدينة الأسكندرية. هل مرض؟ وهو راجع في الطريق حسب التاريخ بتاعه، انه فعلا وهو راجع من واحد سيوه اصيب بالحمى، وكان يرافقه اطباء من معبد امون، اللي هم كانوا منتظرين هذا المنقذ او المخلص لمصر حسب النبوءات القديمه. فاهتموا بيه جدا بعد التتويج، واضطروا انهم يصطحبوه في هذه الرحله الشاقه. وتوقع احد الكهنه من المصريين بانه سيمرض في الطريق، وهو قال له كده في التتويج، فرافقه عندما مرض فعلا، وظل تقريبا اسبوعين او ثلاثه. ودي كانت المنطقه وانت رايح لسيوه، في منطقه اسمها بير النص. بير النص دي في العمق الصحراوي شويه كده، وانت متجه الى مرسى مطروح، في منطقه هناك اسمها بير النص، في ايدك اليمين لمسافه حوالي من الاسفلت لا تتعدى ال 500 متر. تم عمل القافله هناك، وتم علاجه في داخل الخيام عن طريق الكهنة ثم بتاعت استكمل أمون، ثم شفية واستكمل رحلته رحلته إلى إلى أن بقى. المدينة اللي النهارده تحمل اسمه، وهي مدينة الإسكندرية. أستاذ أحمد، أشكرك. العفو.